انت فاشل. ما لما تحط لنفسك مبرر لزيادة الوزن والسمنة المفرطة اللي عندك دي يبقى انت فاشل، وانت اكبر الفاشلين. عشان لما توهمي نفسك انك بلقمتين وحتة جبنة وزنك بيزيد يبقى انت فاشلة. بتعصبك يا فاشل؟ بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. وانتوا الاتنين كمان ما بتتفرجوش على الفيديوهات بتاعتي. اصل مش كل شويه حد يقول لي ده انا شويه هوا بس كده يا دكتور بيتخنوني. معلش يا دكتور، اصل انا حرقي ضعيف. حرق ايه اللي ضعيف؟ احنا هنهزر؟ ده انت اللي ارادتك ضعيف. هي بقول لك انت كفايه زعيق كده وركزوا معايا، عشان انا النهارده هدمر لكم خرافه الحرق الضعيف بالراحه واحده واحده وكلنا هنخس. كل شوية تلاقي واحد وزنه بيزيد بسرعة شديدة جدا، ولما تيجي تتكلم معاه يقول لك أنا بشم الأكل بس بدخن. معلش أصل حرق ضعيف. والله يا ابني أنا ما أكلتش حاجة، ده هم يا دوب لقمتين. أهو كل واحد من دول يحط مبرر والموضوع ينتشر في كل حتة ويبقى حقيقة علمية مسلم بيها. طبعا الكلام ده كله إيه؟ فنكوش، لأن من الأول كده مفيش إنسان طبيعي في الدنيا بيتخن من شوية أكل قليلين، ومفيش جسم بيخزن دهون من غير سعرات. ومن الآخر ده مش كلام، ده قانون فيزيائي اسمه توازن الطاقة. يعني لو السعرات الحرارية اللي دخلت جسمك أكتر من اللي خارجة وزنك هيزيد، ولو قلت وزنك هيقل، ولو قد بعض وزنك هيزيد. طيب امال ايه بقى موضوع انا باكل قليل وبتخن بسرعه؟ بص يا ستي، الناس اللي بتقول انا باكل قليل دي بتتكلم عن الوجبات الرئيسيه، يعني بيفطر فطار صغير وغدا خفيف والعشاء ساعات ما بيكونش موجود ويقف عند كده بس. محدش فيهم بيحسب الحاجات اللي في النص، اللي هي في الحقيقه السبب الرئيسي في زياده السعرات الحراريه دي. الحاجات دي زي مثلا السناكس اللي بتقعدي تنقنقي فيها طول اليوم، وخدي بقى عندك القهوه والشاي والكابتشينو والموكا والماتشا، البسكويت وحته الشوكولاته، لقمه من هنا على لقمه من هنا. الحاجات دي كلها بتدخل جسمك من غير ما تحس، واحده واحده تلاقي السعرات الحراريه في جسمك زادت وانت مش حاسباها على اساس انها اكل. اغلب الناس بيدخل لها سعرات حراريه بحد ادنى 30%. يعني انت ممكن تبقي فاكره ان جسمك دخله 1500 سعر، بس في الحقيقه جسمك دخله اكتر من 2000 سعر حراري. وده بقى ليه؟ ده لان موضوع الحرق الضعيف واللي مربوط بمعدل الحرق اللي في جسمك اللي بيحرقه في اليوم الواحد. الناس فاكره ان في فروق ضخمه بين الشخص والتاني في المعدل ده، وان في ناس حرقها نار وناس تانية حرقها ناي، لكن الفروقات دي مش كبيره زي ما الناس كلها متخيله. يعني تعالى اقول لك حاجه تهدم لك الاسطوره اللي في دماغك دي. دلوقتي احنا قاعدين معانا احمد ورامي، الاتنين نفس السن ونفس الطول ونفس الوزن، ومعدل الحرق في جسمهم مثلا من 200 ل 300 سعر حراري في اليوم، وده فرق ممكن يتغطى بسهوله جدا بشويه اكل بسيط. يعني فكره ان شخص يتخن بس من شويه اكل صغيرين فكره من خيال المؤلف، وانا كان اللي كاتبها محمد سامي. بس ليه بقى الناس بيبقى حرقها ضعيف؟ مش عشان جسمها بيحرق ببطء، ده عشان الناس دي نشاط اليوم بتاعهم قليل وعضلاتهم قليله، فالحرق بتاعهم قليل. يعني انت دلوقتي ما بتنزليش تروح في حته وما بتعمليش رياضه وبتصحي من النوم تاكلي الفطار بتاعك وتقعدي قدام التلفزيون او تقعدي على السوشيال ميديا او تقلبي في التيك توك ويبقى معاكي شويه حاجات تنقنقي فيها، او مثلا تشربي كوبايه نسكافيه. ويا سلام بقى لو حاولت تشغلي مخك وتحط سكر دايت. كل الكلام ده بيزود السعرات الحراريه في جسمك، في نفس الوقت مفيش حاجه بتحصل تخلي السعرات دي تتحرق. طب الاستاذه اللي هناك دي بتقول لي ايه بقى؟ انا باكل مره واحده في اليوم بس عشان ما عنديش وقت. وبرده بتحصل نفس المشكله. المشكله هنا مش ان الاكل مره واحده، لان الاكل ده ممكن يكون كبير ومليان سعرات حراريه، وده بقى بيشغل هرمونات الجوع ويخليها تقعد تلعب فبتزود الشراهه. ده غير ان الجسم لما يقعد فتره طويله من غير اكل الشهيه بتخرج عن السيطره، وده بيخلي الخيارات المناسبه ليكي في الاكل بتبقى غلط. ولازم تبقى فاهمه كمان ان الوزن مش بس دهون. في ناس بتوزن نفسها كل يوم وتقول انا بخس، دول بقى غلابه وبتضحك عليهم. هم ما تخنوش ولا حاجه. الموضوع ببساطه ممكن يكون زادوا ميه، او الاكل لسه في المعده، او صوديوم كتير، او قله نوم متوتر. كل ده يعمل احتباس للسوائل. ساعتها لما تيجي توزن هيطلع الرقم في الميزان اعلى، فتفتكر انها بتتخن بس من شويه هوا، فيجي لها وسواس وتبدا تقول لا انا مش هاكل، وتقلل الاكل فتتعب وما تعرفش تنام وما تعرفش تحرق، ويبقى اي اكل بيدخل بيتخزن. ومن الاخر كده مفيش حاجه اسمها انا بتخن من مفيش، ومفيش حاجه اسمها انا حرق ضعيف. في حاجه اسمها انا روتين حياتي كله بايظ واكلي مش متظبط، وان انا عمال اعك طول اليوم ومستنيه يحصل اي تغيير. وبرده ده مش معناه ان الناس كلها زي بعض، ولا ان العوامل الوراثيه والجينات قانون ثابت. بس الحقيقه جسمك بياخد السعرات سواء انت حسيت بيها او لا، فانت ما تحاولش تشغل دماغك على جسمك. ولو عايز تشغل دماغك في حاجه صح اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي اسئله وانا هرد عليها عشان كلنا نخس.